طب الأسنان أخطر المشاكل هي اللي ما بتحسش بيها، والقنبلة الموقوتة ممكن تكون جوه ضرسك وانت ولا حاسس. حشو العصب مش مرتبط دايما بالألم، هو في الحقيقة حرب ضد تجمع بكتيري مستخبي جوه القنوات العصبية، ممكن في لحظة ينفجر ويسبب ألم أو تآكل في العظم أو خراج. الإجراء ده ببساطة هو عملية تطهير شامل، وعشان تتخيل دقة الموضوع، القنوات العصبية بيكون سمكها أقل من 1 ملم، والجدار المحيط بالقناة العصبية كل ملي فيه بيكون فيه 64,000 أنبوب ميكروني. فتخيل إن إحنا بنطارد بكتيريا في المتاهة دي. عشان كده ما بنعتمدش على الصدفة، بنستخدم الأشعة المقطعية لكشف أي قنوات إضافية، والميكروسكوب علشان نقدر نشوف اللي العين المجردة مستحيل تشوفه، والأجهزة الحديثة اللي بتقيس طول القنوات العصبية بجزء من الملي. المنظومة التقنية دي بيقودها نخبة من أكفأ الأطباء في مصر، وده بيخلينا نختصر وقتك ومجهودك. ولو الحالة مفيش فيها خراج تحت الضرس، الإجراء ده بيخلص في جلسة واحدة وبأعلى معايير الدقة العالمية، والنتيجة إجراء بيتم براحة تامة بدون أي ألم، بتعمله مرة واحدة في حياتك وتنساه. فالحق ضرسك قبل فوات الأوان، لأن إنقاذ ضرسك الطبيعي دايما هو الاختيار الأفضل. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.